ثعلب لفنك، وهو أحد الكائنات الصحراوية الرائعة، يعيش في الصحراء الكبرى في شمال إفريقيا. إن هذه البيئة القاسية تتطلب تكيفات مذهلة لكي يتمكن لفنك من البقاء على قيد الحياة، وقد تطور لفنك بطرق مدهشة ليواجه التحديات البيئية. أولاً، دعونا نتعرف على موطن هذا الثعلب الفريد. الإفنك يعيش في المناطق الصحراوية الحارة والجافة حيث يندر الماء والغذاء. هذه البيئة تتطلب مهارات خاصة ومعدات طبيعية تساعده على تدبر أموره. واحدة من أكثر التكيفات إثارة للإعجاب هي آذان الإفنك الكبيرة، والتي قد تبدو من الوهلة الأولى كبيرة جدا بالنسبة لحجمه الصغير. ومع ذلك، هذه الآذان تقوم بوظيفة هامة، فهي تساعد في تبديد الحرارة الزائدة من جسمه في النهار الحار، كما تعزز من قدرته على سماع فرائسه تحت الرمال. بالإضافة إلى ذلك، فراء الإفنك السميك لديه وظيفتان. الأولى أنه يساعد على التحكم في درجة حرارة جسده من خلال إبقائه دافئا في الليل الباردة، والثانية هو توفير الحماية من حرارة الشمس خلال النهار. تكيف آخر مهم هو لون الفراء القريب من لون الرمال، مما يساعده على التمويه والاختباء من الأعداء. هذا اللون الرملي يمكنه أيضا من الاقتراب بشكل غير ملحوظ من فرائسه. أما بالنسبة لأقدامه، فنجد أن باطن أقدام الإفنك مغطاة بطبقة كثيفة من الفراء لتحميها من حرارة الرمال، كما تساعد في التنقل بسهولة على السطح الرملي. من المهم أيضا أن نذكر أن الإفنك يتبع نظاما غذائيا متكيفا، حيث يتغذى على الحشرات والنباتات والفاكهة الصغيرة، مما يمكنه من العثور على الغذاء بشكل مستمر في الصحراء. بتلك التكيفات الرائعة، أصبح ثعلب الإفنك رمزا للقدرة على البقاء في أصعب البيئات، مع الحفاظ على توازنه بين التأقلم مع محيطه واحتياجاته الجسدية.